عايزة تعملي فطير ومحتارة تعمليه ازاي وخايفة من التسوية، خايفة يفرطش معاكي، مش عارفة اللي تختاري دي ازاي. كل الخطوات دي ان شاء الله هنعملها ونطلع احلى فطيرة في الدنيا. ان شاء الله ان شاء الله الطريقة سهلة جدا وبسيطة. معاكم لمياء ابراهيم ودي قناتي. لأول مرة بتشوفوني، اتمنى تدعموني باللايك والشير ونخش نشوف الفيديو العسل. شايفين ما شاء الله. طبعا لو قدرت ان انا اعدلكم الورق بتاع الفطيرة هعدهولكم طرية مورقة وجميلة وسمنتها مظبوطة. وطبعا هقول لكم الدقيق بتاعها وسر التسوية ان شاء الله، كل ده في الفيديو. بس قبل ما نخش للفيديو اتمنى تفرحونا وتعملوا له لايك ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ. احنا مش هناخد في العجين غير مية ودقيق، ومعلقة سكر ونص معلقة ملح. هدوب المكونات دي كلها في المية. طبعا المية هنحط كوباية مية الأول. الناس اللي هي لسه بتبدأ مبتدئة في العجين هحط كوباية مية الأول، ومعايا نص كيلو من الدقيق هحطه على دفعة واحدة وأبدأ أقلب. طبعا العجينة الدقيق بتاع الفطير بيحتاج انه يكون دقيق نوعيته نضيفة شوية او نوعيته كويسة، عشان العجينة ما تقطعش معانا واحنا بنفردها، وتكون كويسة جدا معانا في العجين. طبعا احنا لو احتاجنا مية هنحط شوية بشوية ودقيق لحد ما العجينة بتاعتنا تكون مطاطية كده، والقوام بتاعها يكون مناسب، عشان ايه لما نيجي نفردها ما تقطعش مننا. ولازم يتعجن يا جماعه معانا الفطير كويس جدا. شايفين معانا. لا هعجنه كمان شويه عشان يبقى الفطيره معانا، نيجي نفرد العجينه تبقى كويسه معانا. القوام دلوقتي بقى كويس جدا اهو. هسيبها طبعا لازم اسيب العجينه ترتاح شويه، حوالي يعني 10 دقايق ربع ساعه. كل ما ترتاح العجينه كل ما تاخدي نتيجه افضل باذن الله. تمام. زي ما حضراتكم شايفين انا مش سايبه العجينه الا بعد ما القوام بتاعها يبقى حلو والمسها حلو، عشان تطلع معايا احلى نتيجه باذن الله. دلوقتي انا هحط العجينه ترتاح معانا شويه، حوالي ربع ساعه نص ساعه انت والوقت بتاعك. وبعدين هنكورها كور زي ما حضراتكم شايفين، كور صغيره قد الليمونه الكبيره كده. تمام. هسيبها ترتفع معانا كمان ربع ساعة، ونيجي بالنسبة للسمنة بتاعتنا، سمنة خليط، السمنة على زيت، سمنة زبدة على زيت، الحاجات دي كلها ترجع لك انت. ومعانا معلقة من القشطة بتاعت وش اللبن، ومعلقة من السمسم. المعلقة القشطة دي اختيارية، لو مفيش أي مشكلة خالص. بدأت دلوقتي ان اللقطة معلش المقطع ده ما تصورش، انا ببطط كده على الصاج او على الطبلية صغير كده، وابدأ اشيله واروح فردها على الصاج زي ما حضراتكم شايفين. طبعا لو انت بتعمل وحدك ما انتش هتحتاجي حد تعملي يشد معاكي او يفرد معاكي، لا انت هتبططيها صغيرة كده. وبعدين تفردها على الصاج لحد ما تخلصي عدد الفطاير بتاعتك كلها. طبعا انا عاملاها حوالي 25 فطيرة رقاقة. لو انت حابة تقلليها قلليها، بس ما تقللهاش زيادة عن كده عشان ما تبقاش ناشفة معاك. هو ده معقول. تمام. بدأت أدهن الوجه بتاعها بالمعلقة القشطة والمعلقة السمسم. هغلف الوش بتاعها كله. ده بيديها طراوة وملمس ناعم وطعم حلو. يبقى مفيش مشكلة خالص، يبقى بيضة ومعلقتين لبن. لو مفيش بيض كمان مفيش أي مشكلة خالص، هي بتطلع جميلة جدا جدا من الفرن. طبعا بالنسبة للتسوية بتاعتنا، تسوية الفطير يا جماعة بتبقى على نار عالية. تمام. هحطها على نار عالية من تحت، بس مش عالية أوي زيادة عن اللزوم، متوسطة شوية، يعني متوسطة لعالية حبة. ومن فوق زي ما حضراتكم شايفين النار متوسطة، لحد ما ياخد معانا القوام ويستوي بالراحة كده، وياخد معانا اللون من فوق ومن تحت. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. بألف هنا يا رب. جميل جدا جدا، وتقدري تعمليه لوحدك بدون معاونة أي حد في البيت كده. وجميل جدا جدا، أنضف وأحسن من بتاع المخابز مليون مرة. جميل جدا، تحفة، طعمه حلو، مظبوط، تسوية مظبوطة. أتمنى رب الفيديو